السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات إيمي. الفيديو بتاع النهاردة أنا عاملة لكم جولة داخل وادي الحيتان اللي موجود داخل محافظة الفيوم. تعالوا بقى أقول لكم على الريفيو بتاع الجولة ديت. أول حاجة عشان خاطر نروح وادي الحيتان نروحوا زوروها في الشتاء بلاش الصيف عشان الجو حار جدا جدا والشمس هناك حارقة. وادي الحيتان ده داخل محمية وادي الريان، مساحته حوالي 1759 كيلومتر بمحافظة الفيوم، على بعد حوالي 150 كيلو متر من القاهرة. وادي الحيتان من أهم المحميات الطبيعية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية. هتروحوا هناك بجد هيبقى عندكم حالة من الذهول. تخيلوا بقى دي موجودة جوه محمية وادي الريان. طب تعالوا أقول لكم بقى يعني المكان ده فيه إيه جوه. المكان ده جوه فيه الصخرة ديت اسمها صخرة الألمان. بيقولوا إن هي موجودة من وقت الحرب العالمية الثانية، ومساحتها 1759 كيلو متر مربع، بعيدة عن الاتجاه الجنوبي للقاهرة حوالي 150 كيلو متر، وتقريبا 80 كيلو متر من الجهة الغربية للفيوم. ومعروفة إن هي من أحلى وأجمل المحميات اللي موجودة في مصر. اللي احنا شايفينه ده متحف للزوار طبعا، عشان خاطر حاطين فيه الهياكل بتاعة الحيتان علشان خاطر الناس تستمتع بشكلها. ممنوع طبعا ان احنا نلمسها، وده عشان خاطر حفاظا على حمايتها يعني. لقوا ايه بقى في وادي الحيتان؟ لقوا 10 هياكل كاملين للحيتان جوه وادي الريان. كانوا عايشين في المنطقة دي اكتر من 40 مليون سنة، والمكان ده جزء من محيط ضخم يقبع في افريقيا الشمالية. وجود طبعا الهياكل دي دلالة على وجود الحيتان قبل كده بمحافظة الفيوم، وده اثبات عملي ومؤكد ان المكان ده كان مليان بالمية وكانت عايشة فيه كائنات بحرية. عايزة اقول لكم يعني السعر التذكرة هناك حوالي 5 جنيه مصرية، لكن طبعا السعر بيختلف في المبيت والتخييم في الوادي. سعر التذكرة للفرد المصري 50 جنيه، والأجنبي 200 جنيه. وسعر بقى الباصات العربية 5 جنيه ده للجراج يعني، وسعر الميكروباص 10 جنيه، والأتوبيس 20 جنيه. عايزة أقول لكم أنتوا هتستمتعوا جدا بالمكان، لأن هي منطقة يعني فريدة من نوعها. وجود الأراضي الرطبة هناك والتركيب الجيولوجية والعيون المائية والحفريات النادرة ديت حاجة في منتهى الجمال. هتستمتعوا. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد من فيديوهات.